ملعب مولاي عبد الله الجديد بالرباط تحفة معمارية وصرح رياضي متكامل. تعتبر مدينة الرباط العاصمة السياسية للمغرب موطناً لواحد من أبرز المشاريع الرياضية الحديثة في إفريقيا والعالم العربي، وهو ملعب مولاي عبد الله الجديد، الذي يعد نقلة نوعية في البنية التحتية الرياضية بالمغرب، تماشياً مع طموحات المملكة في استضافة الأحداث العالمية الكبرى مثل كأس إفريقيا كأس العالم 2030 المشترك مع إسبانيا والبرتغال. يقع الملعب في المنطقة الرياضية بشارع الأندلس بالرباط، على مقربة من المرافق السياحية والإدارية. صمم ليتسع لأكثر من 70,000 متفرج بعد التوسعة، مما يجعله أحد أكبر الملاعب في إفريقيا والعالم العربي. تقدر الاستثمارات بأكثر من 5 مليارات درهم مغربي